طيب ردا على بعض التعليقات اللي جات لي على الفيسبوك والتيك توك وللتوضيح كمان. انا مش بدافع خالص عن عمرو دياب ولا بدافع عن ولا بشجع الضرب يعني والعنف. ده مبدئيا. الرد بقى على بعض التعليقات اللي جت، اللي هي زي مثلا انه عمرو دياب الجمهور بتاعك احنا اللي عملناك واحنا اللي خليناك هضبة وكده، والمفروض انه رد فعلك يبقى رد فعل مختلف. في فرق كبير قوي يا جماعة، ودي حاجة احنا محتاجين نفهمها عموما بغض النظر عن عمرو دياب. فكرة ان انا اللي عملت الشخص اللي هو الفنان او المغني او البابليك فيجر ان جنرال، محدش عمل حد. في فرق كبير قوي بين ان هو شخص محبوب وناجح واحنا بنحبه، وبالتالي هو ملكنا لانه الفنان هو ملك الجمهور، ودي الحاجة اللي هو الضريبة اللي هو بيدفعها مقابل ان هو بيبقى ناجح ومحبوب وبيعمل فلوس كتير ومشهور وكل الحاجات اللي احنا بنبقى شايفين انها حاجات كويسة قوي. فهو ملكنا طبعا، فهو ملكنا ده معناه ان هو يبقى دايما شكله حلو، ودايما لطيف، ودايما بياخد صور مع الناس لما بيروح في اماكن، وانه يقبل حاجه زي كده، يعني في ضريبه للموضوع، ودي بتاعت ان هو الشخص ده ملكنا، ملك الجمهور. لكن ان احنا اللي عملناه لا خالص، انا مش متفقه تماما ان احنا اللي عملنا اي حد. لا، الشخص ده عمرو دياب او غيره، الناس دي بذلت مجهود كبير قوي علشان تبقى ناجحه وتبقى بايونير وتبقى محبوبه من الجمهور، لان هو انسان ناجح جدا فهو محبوب. لكن هو اللي عمل نفسه، هو اللي بذل مجهود كبير قوي عشان احنا نحبه ونفضل عايزينه ونفضل حواليه ونفضل نشجعه ونفضل نعمل اللي احنا بنعمله. في ناس كتير قوي في العمر اللي فات دوت طلعت وحبيناها وكنا نفسنا ان هي تكمل، بس هي ما كملتش، لان هي ما كملتش، هي ما بذلتش المجهود اللي كان المفروض تبذله، ما كانش عندها الطاقه، ما كانش عندها استعداد، يمكن ما كانش عندها الرؤيه ان هي تكمل، فما كملتش. لو احنا بقى اللي بنعمل الناس دي كنا احنا عملناهم. ليه هم اختفوا وفشلوا وما بقوش موجودين على الساحه؟ لان هم ما كملوش. لكن الناس بقى الحلوه اللي مكمله دي اللي احنا بنحبها، ودي اللي احنا متواجدين حواليها. باختصار احنا ما بنعملش حد، فالكلمه بتاعت احنا اللي عملناك واحنا اللي خليناك هضبه، لا معلش، هو اللي عمل نفسه، والراجل ده بايونير بكل ما تحمل الكلمه من معنى. واجين مش موضوعي عمرو دياب، بس انا حابه ارد على الجزء ده. الحاجه التانية بقى، حد قال لي واكتر من حد يعني علق التعليق دوت وعلقه على السوشيال ميديا عموما، انه رد فعل عمرو دياب ما كانش هيبقى كده لو كان الحد اللي عمل معاه الحركه دي كان حد من ايجيبت او بنت من ايجيبت برضو، كان هيبقى رد فعله مختلف. فانا الحقيقه بسمع عن موضوع ايجيبت ده على السوشيال ميديا كتير، بس انا ما اعرفوش، لان انا لما كنت عايشه في مصر، انا كنت عايشه في مصر، ما عشتش في ايجيبت وما اعرفهاش، ويمكن تكون ما كانتش في ايجيبت وانا موجوده، او يمكن كانت موجوده وانا ما اعرفش يعني. فانا مش عارفه ايه حكايه ايجيبت دي، لكن واضح انه ده مستوى اجتماعي معين يعني موجود، وبالتالي مش هيعمل كده. حضرتك طبعا، يعني حضرتك وحضرتك اللي علقتوا التعليق ده، طبعا هو الفرح اللي هيجيب عمرو دياب يغني فيه هيبقى فرح في مصر؟ لما طبعا هيبقى فرح في ايجيبت، وكل المعزومين من ايجيبت، وبالتالي الشخص ده مش معزوم في الفرح، ده دخيل على الفرح. ده يا اما زي ما هو بيقول هو بيشتغل في الاوتيل ده، فهو داخل يتصور، او هو النوعيه بتاعت الناس اللي بتروح، اللي هي الويدنج كراشرز دول، اللي هم بيروحوا يدخلوا افراح، ياكلوا ويشربوا ويرقصوا ويتصوروا مع الناس اللي موجوده ويمشوا. هو واحد من الاثنين ايا كان، مفيش مشكله، هو عايز يدخل يتصور، بس لان هو مش معزوم في الفرح وهو مش من ايجيبت، فهو مش من الكراود، يعني مش من المجموعه اللي موجوده، فهو داخل هدفه حاجه واحده بس، ان هو يتصور مع المشاهير. ونزل اكتر من فيديو على السوشيال ميديا هو بيحاول يتصور مع كل الناس الناس المشهوره، مش العريس والعروسه والناس دي، هو داخل يتصور مع المشاهير اللي معزومه على الفرح. فهو هيعمل اي حاجه علشان يتصور الصوره دي، اي حاجه مباحه علشان ياخد الصوره، وبالتالي كان ده التصرف بتاعه. الحاجه التانية بقى اللي احنا الجزء التاني اللي هو يعني عامل مشكله كبيره قوي، هو رد فعل عمرو دياب. فانا بس عندي سؤال، هو احنا
في التحرش، لان ده تحرش. يعني هو هو الولد عمله ده ما فيش حاجه، ده ملوش اي مسمى تاني، هو تحرش. ف فانا ما انزلش في الكتاب انه لو حد اتحرش بيك او بيكي في 1 2 3 لازم تعملوها. ما نعرفش، يعني ما جاتلناش، ما وصلتش عندي على الاقل. فانت لما حد بيتحرش بيك، انت بتعمل رد الفعل الاولاني الطبيعي اللي بيجي في بالك، اللي انت بتحس بيه. فانا ما بيتهيأليش ان عمرو دياب كان يعني جاي الفرح ومتوقع ان هو حد هيتحرش بيه. فهو الراجل عمل رد فعل طبيعي جدا. الراجل طالع بيرقص مع بيغني، يعني بيرقص مع العريس والعروسه واهل العروسه واصحابها، وفجاه لقي واحد بيعمل فيه كده. والدنيا بقى ايه، الدنيا زحمه جدا وهو عرقان وحالته كرب اساسا يعني. فجاي واحد بقى يتحرش بيه في وسط كل ده. فانت حضرتك يعني متوقع منه يعمل ايه؟ يلف ياخده بالحضن ويبوسه ويقول له تاني مثلا، وياخد الصورة وينزل؟ ما هو يعني يا جماعة ده بشر، مهما كان ده بشر. فعمل رد فعل طبيعي، رد فعل جامد طبعا، بس هو ده الرد فعل الطبيعي بتاعه. ما انت ما تعرفش انت نفسك لو انت موجود في موقفه كنت هتعمل ايه. في ناس تانية ممكن تعمل رد فعل اكبر بكتير، في ناس تانية ممكن تعمل رد فعل اقل. فكل واحد وحسب طبيعة شخصيته وحسب الظرف اللي هو موجود فيه. ف... ف... فاحنا دلوقتي بنهاجم عمرو دياب علشان هو عمل رد فعل ده، زي بالظبط ما بنهاجم اي بنت او ست في الشارع بيحصل لها تحرش، اللي هو يوميا في كل الدنيا في الستات، يعني كل الستات وكل البنات. ما اعتقدش ان في واحده ما حصلهاش تحرش، ويا ريت تطلع تقول ان هي ما حصلهاش تحرش، لان هي غالبا هيكون دي بقى واحده عندها مثلا الطياره دي بتيجي تاخدها من فوق البيت، توديها المكان اللي هي رايحاه اللي هو ما فيهوش ناس خالص، وترجع تاخدها تروحها البيت. ما اعتقدش ان في كده. فكلنا كل البنات وكل الستات حصل لهم تحرش وما زال بيحصل لهم. ففي واحده بيبقى رد فعلها ان هي تعلي صوتها وتزعق في الشارع وتلم الناس وتصرخ، وبيجوا الناس دول يتلموا عليها طبعا وبيقولوا لها انت لابسه كده ليه، او انت ايه اللي جابك هنا. هي ما بتاخدش حقها في الاخر يعني. ففي بقى ست تانية او بنت تانية بيحصل التحرش وهي بتسكت وبتكمل، وتاني مرة يحصل تحرش وتسكت وتكمل. هي عارفة انها مش هتاخد حقها او ان هي هتتهزق وهتفضح نفسها بقى، وكل القصص اللي احنا حافظينها ويعني اتهرينا كلام فيها في السنين اللي فاتت. ف... ف... فبالظبط هو ده اللي احنا بالظبط ده اللي احنا بنقوله لعمرو دياب. حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ انت في حد قايل لي ده رقاص جاي يرقص؟ حضرتك رقاص دي او مغني دي شغلانته. فزي ما حضرتك دكتور ومهندس وبواب وميكانيكي وسواق، هو مغني وده اكل عيشه، ومن حقه ان هو يعمله، واحنا بنحبه عشان هو بيعمل كده. فهو ما دي حاجه ما تعبوش. دي اول حاجه. وتاني حاجه بقى، احنا المفروض بنقول له انت ايه اللي لبسك كده بقى؟ لابس بدله ليه؟ لابس جاكيت تتشد منه؟ انت غلطان، كان لازم تلبس قميص وبنطلون فما يعرفش يشد.